عاملين ايه يا احلى مشاهدين ومتابعين في الدنيا كلها؟ يا رب تكونوا بخير. جاهزين لحكاية جديدة من حكايات غاوي حكاوي؟ وانا كمان جاهز زيكم. يبقى يلا بينا نبدأ على طول بعد ما تصلوا على النبي عليه الصلاة والسلام، وتنزل تخبط اللايك الجميل بالمرة عشان تساعدنا نكمل في حكاوينا اللي بنلف نجيبها من كل مكان في العالم عشانكم. بس بيبدأ فيلمنا بالكائن الفضائي اللي قدامكم ده، واللي كان بيهرب بمنتهى السرعة من حاجة كده كانت بتجري وراه، وهو معلق على صدره مجموعة من الأطفال الصغيرين. بس ثواني، انتوا عارفين كان بيهرب من ايه؟ طب خلونا نرجع شويه في الاحداث عشان اقول لكم مين ده وبيعمل ايه. اللي قدامكم ده اسمه سكورش، كائن فضائي شغال في وكاله امنيه على اعلى مستوى، وكان رايح لكوكب بعيد وقعت فيه سفينه تبع الوكاله، لكن في اطفال صغيرين رايح عشان ينقذهم. الاطفال دول موجودين جوه السفينه اللي وقع في الكوكب ده، لكن اكيد مش رايح هناك لوحده، كان معاه من مركز القياده اخوه والمساعد بتاعه في نفس الوقت، اللي بيكلمه من خلال السماعات اللي في ودنه وبيبلغه بكل اللي يحتاج يعرفه اثناء تنفيذ العمليه. جاري قال لسكورش ان المكان اللي وقعت فيه السفينه متحوط بفصيل كامل من الكائنات الفضائيه المتوحشه، لازم يعمل المستحيل عشان يدخل ويخرج من غير ما يصحي الكائنات دي. وطبعا سكورش كان عمال يقول تمام تمام على الفاضي، لغايه ما بقى قدام الكائنات دي وطلب منه اخوه انه يتحرك بشويش جدا وبلطف عشان لو الكائنات دي صحيت هتبقى ليله زرقاء. لكن في اللحظه دي بنكتشف ساعتها ان سكورش مش من الكائنات اللي بتسمع الكلام بسهوله، لان سكورش اول ما شاف الكائنات المتوحشه دي نايمه هوب راح مطلع التليفون بتاعه ونزل تصوير سيلفي ولا كانه في حديقه الحيوانات. والله زي ما بقول لك كده. وطبعا اخوه في مركز القياده كان هينفجر من الغيظ، ومع ذلك عدت على خير، ووصل بطلنا للمركبة الفضائية على خير. وهناك اتصدم لانه ما لقاش الاطفال الصغيرين، وبدا يصرخ على اخوه في السماعات ان الاطفال مش موجودين، لكن جاري قال له بمنتهى الهدوء انت لو لفيت وراك بس هتبص تلاقي الاطفال قدامك. وفعلا بدا سكورش يلاعب الاطفال الصغيرين ويطمنهم عشان ما يعيطوش، ويصحوا كل الوحوش اللي موجوده حوالين المركبه ويهربوا بسلام. بس جاري قال له ان الاطفال دول واخدين تطعيم يخليهم ما يعيطوش ولا يعملوا ازعاج خالص. عارف ان اكيد امهات كتير بتشوفنا دلوقتي ممكن تدفع فلوس عشان تاخد المصل ده، لكن افتكروا اننا بنحكي حكايه فيلم كرتون. المهم بنرجع تاني لسكورش اللي خلص وصلة الدلع دي وراح رابط الأطفال على صدره وأخدهم وخرج من المكوك، بس اكتشف إن الوحوش صحيت مش من زن الأطفال لكن من فقرة الدلع والأصوات اللي قعد يعملها عشان يضحك الأطفال دول. أول ما سكورش شاف الوحوش صاحية خد ديله في سنانه وبدأ يجري بسرعة، وقال لأخوه في السماعات إنه ضحك عليه لأنهم مش 12 كائن متوحش بس اللي كانوا حوالين السفينة. وهنا بقى قال له أخوه إنه كان طول الوقت عمال يقول له إنهم 1200 كائن مش 12 بس، لكن انت ما كنتش مركز. بمناسبة التركيز بقى، انت مركز انك لسه ما اشتركتش في القناة؟ انزل دلوقتي اتأكد انك مشترك في القناة وفعل زرار الجرس واطلع تاني عشان تعرف سكورش حصل معاه ايه. بيفضل سكورش يجري وطلب مساعدة جاري اللي قال له يتجه لنهاية الجبل وينط ويعدي للناحية التانية بالادوات اللي معاه، وفعلا كده بقى في امان وقدر يعدي الخطر بتاع الوحوش ووصل للناحية التانية بخير، رجع للكوكب بتاعه من جديد بسلام وامان هو والاطفال اللي معاه. اللحظة دي كان جاري بيلعب مع ابنه شوية، فجه المدير بتاعه وقال له انه عايزه في المكتب بتاعه ضروري دلوقتي، وهناك شرح له تفاصيل المهمة الجديدة اللي لازم يعملوها في أسرع. ولما سأل جاري عن المكان المهمة الجديدة قال إن المهمة هتكون في الكوكب المظلم. وهنا حس جاري بالرعب لأن مفيش حد راح المكان ده ورجع منه عايش أبدا. وساعتها كانت ملامح المديرة صارمة وقالت له لازم ينفذ من غير أي نقاش. ولما خرج جاري عشان يبلغ أخوه بالمصيبة دي لقاه فعلا كان عنده علم وجامع الصحافة والإذاعة والتلفزيون من كل مكان عشان يعلن عن مهمته، يعني مبسوط أصلا. حاول جاري يفكره بالمكان اللي رايحينه ومدى خطورته، لكن سكورش قال له ان المهم انهم هيرجعوا من هناك بافضل حال وهيتسجل ده باسمهم. ولما حس جاري ان خلاص المهمه بقت امر واقع حاول يجمع معلومات عن الكوكب اللي هم رايحينه وهو مش طايقه اصلا ده، وما كانش مبسوط خالص بالمعلومات اللي وصل لها لان فعلا ما حدش راح الكوكب ده ورجع منه وما كانش موافق على المهمه اصلا. لكن سكورش اقنعه. في الوقت ده كان سكورش بيجهز المركبه بتاعته وبيتفرج عليه جاري في اوضه القياده، شاف ابنه مع عمه بيقول له انه عايز يبقى رائد فضاء ومش حابب مهمه متابعه العمليات من مركز القياده زي باباه، وانه عايز يطلع رائد فضاء زي عمه بالظبط. جاري كان سامع الكلام ده واتعصب جدا، وعشان كده راح يجيب ابنه اللي بعد من جنبه من غير ما يستأذن، وحاول يتكلم مع اخوه عشان يقنعه انه ما يروحش المهمه دي، لكن سكورش كان رافض يسمع اصلا اي كلمه من جاري وقال له انه بيغير منه من شهرته وهو عارف انه نفذ مهمات اخطر من دي بكتير وقدر ينجح فيها. عشان يقرر جاري انه ينسحب من الفريق ويسيب سكورش لوحده وبيلم حاجته وياخد ابنه ويروح على البيت. وهناك بيبلغ مراته باللي حصل معاه اللي بتحاول تواسيه
وتخفف عنه. في اللحظة دي على التلفزيون عرفوا ان سكورش وصل للكوكب المظلم المجهول بالنسبة لكل الكائنات الفضائية، ودلوقتي هينقلوا مباشر اللي بيحصل معاه على الكوكب ده. وبتتفرج أسرة جاري على أخوه وهو بيحط العلم بتاعهم وبيبدأ يتحرك عشان يشوف أي شكل من أشكال الحياة على الكوكب ده، لغاية ما وصل بطلنا لمحطة بنزين قريبة من المكان اللي نزل فيه المكوك بتاعه. هناك شاف البالونة الكبيرة اللي بتتنفخ وبتقف جنب المحلات عشان تعمل لهم دعاية، فافتكرها مخلوق حي وبيطلب المساعدة، عشان كده جرى عليه بسرعة وقرر ينقذه. في اللحظة دي وصلت قوات مكافحة الكائنات الفضائية وحصرت سكورش من كل مكان وضربوه بسهم مخدر عشان يفقد الوعي فورا. وجه الجنرال راح مكسر الكاميرا اللي كانت بتبث للكوكب كله مباشر اللي بيحصل مع بطلهم، وفي اللحظة دي دب الرعب في كل النفوس. وبدأ ابن جاري الصغير اللي بيحب عمه جدا يطلب من ابوه يتصرف بسرعة ويروح ينقذ عمه، لكن جاري اكتفى انه يحاول يعمل اتصالاته مع اي مسؤول يعرفه في الوكالة عشان يطمن على اخوه. في الوقت ده غضب الطفل جدا من ابوه وطلع على اوضته. بعد شوية بيطلع جاري ورا ابنه عشان يفهمه بهدوء، وقعد جنبه على السرير وفضل يتكلم معاه ويحاول يصالح ابنه، لكن اول ما كشف الغطا اتصدم بان ابنه مش موجود، وان اللي موجود مكانه هو الحيوان الاليف بتاعه. عرف ان ابنه نط من الشباك واكيد راح عشان ينقذ عمه. نعمل ايه بقى؟ متهور زي سكورش. لكن بسرعة اتحرك الأب والأم على الوكالة اللي بيشتغل فيها، وفعلا اللي حسبه لقاه. شاف ابنه في واحدة من المركبات الفضائية وفضل يدوس على كل الزراير عشان يحاول يشغلها ويروح ينقذ عمه. فبسرعة لحقوا أبوه ونزل من المركبة، لكن الطفل وأمه اكتشفوا إن جاري هو اللي ركب في المركبة دي عشان يروح ينقذ أخوه، وقال لهم يخلوا بالهم من نفسهم لأن ده اللي كان لازم يعمله من زمان. بتتحرك المركبة ناحية كوكب الأرض اللي فاق فيه سكورش عشان يلاقي نفسه مربوط على سرير والبدلة بتاعته بتتفكك وبيطلع منها مصدر طاقة اللي اكتشف الجنرال انه اقوى 10,000 مرة من القنابل النووية اللي موجودة على سطح الارض. فحاول سكورش انه يفك نفسه ويهرب من المكان اللي هو فيه، لكن الجنود الموجودة خدروه تاني ورجعوه للنوم. في اللحظة دي وصلت سفينة جاري للارض ونزلت في نفس المكان اللي نزل فيه سفينة اخوه، وبدأ يتحرك لغاية ما وصل على نفس محطة البنزين اللي نزل فيها برضه اخوه. لكن عشان هو الاذكى حاول يتخفى ويتسلل عشان محدش يشوفه، لكن عشان وقعت الشاطر بقلب. اول ما دخل من باب السوبر ماركت شافوا صاحب المكان وشريكه، وكل واحد منهم استخبى في مكان في المحل. ساعتها حاول واحد منهم انه يقدم اكل للمخلوق الفضائي اللي شافه، وفعلا جاري بدأ ياكل. لكن فجأة وصل الجنود اللي خطفوا اخوه وخطفوا جاري هو كمان لنفس المكان. في المقر السري بتاعهم خضع جاري لمجموعة اختبارات، اكتشفوا ان مستوى ذكائه عالي جدا، وعشان كده راحوا وعرضوه على الجنرال اللي قال ان جاري هيكون واحد من الاحجار الاساسية في خطته، ومش هيمشي من هنا الا لما كل الخطة تتنفذ وزي ما هو عايز بالظبط. ومن غير ما يوضح ايه الخطة دي راح حاطط طوق في رقبة جاري، وفجأة بيجيله اتصال فبيأمر الحراس ياخدوا جاري لزنزانته، وبيبدأ يجهز المكتب ويلبس الباروكة بتاعته على طول. بيرد على الاتصال عشان تحصل هنا بقى الصدمة. اللي بتتصل بيه هي رئيسة جاري وسكورش في الوكالة، اللي بنعرف انها على علاقة بالجنرال. ولما سألت حبيبها عن سبب ان مزاجه وحش قال لها ان كمية البلوتونيوم المادة اللي جابها من بدلة سكورش مش مكفية للأسف، وهو لسه عايز حاجة كمان بسيطة وكل القوة هتبقى في ايده ويقدر يتحكم في المجرة كلها. ساعتها قالت له المديرة انها هتوفر له كل اللي محتاجه من البلوتونيوم عشان يقدروا هما الاتنين يتحكموا في كل الكواكب، وبيقفلوا الاتصال بسرعة. في الوقت ده اترمى جاري في الزنزانة، وهناك اتعرف على مجموعة كبيرة من المخلوقات الفضائية الذكية زيه. بدأ كل واحد يقول اختراعه اللي ساهم فيه في تغيير البشرية، لكن محدش كان عارف انه اختراع فضائي. يعني برامج البحث على الانترنت زي جوجل وغيرها كان اختراع من اختراعات الكائنات الفضائية، والكائن اللي اخترعه كان شغال مندوب مكتبة، وعشان يسهل عملية البحث اخترع البرنامج ده. والراديو كمان كان اختراع واحد تاني برضه من الكائنات الفضائية. لكن جاري ما كانش مهتم يعرف كل ده، هو كان عايز يعرف مكان اخوه خلاص. وبعد شوية بتبدأ كل المساجين ان يتسمح لهم بانهم يخرجوا عشان ياكلوا، وكان جاري بيتحرك وسطهم لكن وهو مركز في كل الوشوش عشان يعرف اخوه. فجأة بيسمع صوت شخير مميز بالنسبة له لانه بيقدر يعرف شخير اخوه بسهولة جدا. ايوه ده اخويا. وساعتها بيجري عليه وبيطمن على سكورش اللي بيحكي له على كل اللي حصل معاه، لكن جاري بيقول له انه هيفكر في خطة يخرجوا بيها من هنا، وبيطمن اخوه البطل. لما راح الاتنين عشان ياكلوا افتعلوا خناقة مزيفة بين كل المساجين، وبقى الاكل بيترمى في كل حتة لغاية ما القاعة بتاعة الاكل اتدمرت. واول ما دخل الجنود عشان يخلصوا منهم فبيقعوا على الارض، وبيبدأ العساكر تتكعبل فوق بعضها. وساعتها سرق منهم جاري اذن المرور اللي معاهم وراحوا عشان يهربوا، لكن للاسف لقوا الجنرال في وشهم اللي كهربهم بالطوق اللي في رقبتهم، ورجع سيطر على الوضع من تاني واخدهم كلهم على السلاح بتاعه، وقال لهم ان محدش هيخرج من هنا الا لما السلاح ده يخلص خالص. في الوقت ده كانت مرات جاري بتتسلل لمركز القيادة عشان تحاول توصل لتفاصيل عن جوزها،
جوزها. لكن دخلت المديره والجنود عشان يفكروا هيبعتوا ازاي البلوتونيوم اللي ناقص للجنرال، وفجاه بيكتشفوا وجود مرات جاري فقبضوا عليها وقرروا تكون هي الحامل الاخير للبلوتونيوم لكوكب الارض وهتروح غصب عنها. في اللحظه دي دخل الابن متسرع عشان ينقذ امه فاتقبض عليه واترمى مع امه في المركبه اللي رايحه لكوكب الارض دلوقتي. وفي الوقت ده كان الجنرال بيحاول يجرب السلاح على مذنب في الفضاء. ساعتها قال سكروش لجاري ان تقريبا حد هرب البلوتونيوم ده في البدله بتاعته وهو مش عارف هو مين، وفعلا بدات التجربه ونجح السلاح انه يفجر المذنب لحتت صغيره جدا، وبدا الجنرال يضحك ضحكات شريره. وفي اللحظه دي اندفع سكروش واخد ماده البلوتونيوم من الجهاز ودمرها عشان يتغاظ الجنرال جدا وتعصب على كل المخلوقات الفضائيه، وقال لهم انه مش هيسمح لحد يخرج من هنا الا لما السلاح ده يخلص ويشتغل زي ما هو عايز بالظبط. وبياخد سكروش وبيحطه في آلة التجميد ويجمده جزاء لتصرفه ده قدام اخوه جاري اللي ما كانش عارف يعمل حاجه، عشان يهدده الجنرال ويقول له انه لو عايز يشوف اخوه تاني لازم يصلح الجهاز ده. ولما رجع على زنزانته كان زمايله مخنوقين منه عشان هو السبب في اللي حصل لهم، بس جاري بيقول لزمايله انه لو صلح الجهاز ده فعلا هيدمر كواكب كتير جدا، لكنهم حاولوا يقنعوه ان ده الطريق الوحيد للخروج من هنا. وفعلا جات لجاري فكره وبدا يصلح الجهاز ومحدش كان عارف ايه اللي بيفكر فيه بالظبط، لكنه بعد ما خلص وصلح الجهاز راح للجنرال عشان يطالبه بتنفيذ وعد. بس الجنرال بدأ يتكلم وكشف سبب كرهه للكائنات الفضائية، إن أبوه وهو صغير كان بيحب يراقب النجوم، وفي ليلة نزلت مركبة فضائية على الأرض ووقعت على باباه وموتته، ومن ساعتها وهو مقرر ينتقم من كل الكائنات الفضائية. ورمى جاري في آلة التجميد هو كمان بعد ما كلم مديرته قدامه وطالبها بسرعة نقل آخر دفعة من البلوتونيوم. ولما جمع كل جيشه عشان ينفذ خطته حاولت الكائنات الفضائية تمنعه لكنه كهربهم، وأول ما ضغط على زرار الإطلاق كان جاري عكس الأسلاك وخلى السلاح ينفجر ويطلق سراح كل الكائنات الفضائية اللي قدروا يهزموا الجنود بمنتهى السهوله ويهربوا من المخبأ اللي هم فيه. في اللحظه دي كان ابن جاري قدر يهرب من سجنه وامه قالت له ياخد مركبه ويروح ينقذ ابوه وعمه، ولما وصل كان الاتنين فعلا هربوا من المركبه بتاعتهم، لكن الجنرال كان طور من البدله اللي كان لابسها سكروش وقدر يطاردهم، لكن سكروش رمى نفسه من المركبه عليه وقدر يقلعوا البدله ويدمرها وبيقعوا كلهم من السماء. حاول جاري واخوه يتصالحوا لكن الكائنات الفضائيه اللي اتسببت في حادثه الجنرال زمان بتنقذهم كلهم، واول ما بيفهم جاري اللي حصل بيضرب الجنرال بقوه يخليه يغمى عليه، وبيرجع الاخين تاني لكوكبهم وبتتغير حياتهم 180 درجه للاحسن. رايح فين؟ هو الفيديو خلص لكن لسه في فيديوهات كتير جايه. انزل دلوقتي اتاكد انك اشتركت في القناه وفعل زرار الجرس عشان يوصلك كل جديد بننزله، وما تنساش تشجعنا بالضغط على علامه اللايك اللي تحت وتكتبوا لنا رايكم في الكومنتات كمان، ونشوفكم قريب قوي في حكاوي جديده. باي باي.